في مقولة غريبة شوية قريتها في إحدى المقالات بتقول لك أفضل إنجاز تستطيع أن تحققه اليوم هو أن تكون أفضل من الأمس. أقوى إنجاز أنت تقدر تعمله هو إنك أنت تكون أفضل من امبارح. المقولة دي بتجسد بقوة الأربع قصص اللي هحكيها لك دلوقتي في الفيديو ده. القصة الأولى قصة شخص ناسك مجهول في الأندلس، كان بيكتب سطر واحد بس في اليوم. كل ليلة بيكتب سطر واحد فقط في اليوم. بيكتب عن ايه؟ قال تزامنا مع سقوط الأندلس، قبل ما يعني بعد ما سقطت على طول. الناسك الأندلسي ده ما كانش مشهور يعني، ولكنه قال لك أنا عايز أحافظ على العلم بدل ما يضيع. طب أعمل إيه؟ جمع الكتب اللي كانت مرمية في الشوارع وكانت ضايعة طبعا بحكم إن الاستعمار الصليبي رجع تاني للأندلس وطرد المسلمين من الأندلس. ف الناسك الأندلسي ده قال لك أنا عايز أحافظ على العلم، فقام جايب كتب كاملة، أو جايب كتاب واحد، كتاب يعني كتاب فيه معلومات رهيبة جدا. الكتاب ده ثمين جدا في المعرفة والعلم. قال لك أنا هنسخه. يعني هنسخه إزاي؟ قال لك أنا همسك كلمة سطر منه، هنقل كل يوم سطر واحد. فعلا بعد مرور 20 سنة هذا الرجل الأندلسي عرف إنه ينسخ الكتاب ده، ينسخ نسخة واحدة. بعد 20 سنة كل سنة كل يوم بينسخ سطر، كل يوم سطر واحد، بينقل كل يوم سطر. شوف، عادة ذرية بسيطة جدا، عادة بسيطة ذرية جدا، يعني عادة بسيطة قوي. استمر عليها، في الآخر عرف إن هو ينسخ الكتاب بالكامل. بقى أصبح عنده نسخة تانية من الكتاب وورثها لأبنائه بعد كده. دي طبعا قصة عجيبة بتوريك مدى الصلابة وقوة الشخصية وقوة الاستمرارية بشكل عام. فدي القصة دي بتجسد المقولة اللي بتقولك أفضل إنجاز تنجزه اليوم هو أن تكون أفضل من الأمس. القصة الثانية قصة القائد الروماني الفاشل اللي تعلم الصمت، واللي الصمت بشكل عام أنقذ المدينة بتاعته. بشكل عام كان في قائد روماني، بس قائد ثانوي مش قائد أساسي، اسمه فانيوس تقريبا على ما أعتقد، فينيوس أو فانيوس. فانيوس ده تم إرساله في أحد المعارك، فعلا راح وحارب ولكنه اتهزم في المعركة. الوالي والحاكم بتاع الإمبراطورية الرومانية ما عزلوش، ولكنه أرسله إلى مدينة أخرى، مدينة صغيرة كده. قال لك حاول إنك أنت تخلي المدينة دي قال لي فانيوس يعني احمي المدينة دي. ففانيوس كان في المعركة الأولانية اللي انهزم فيها كان عمال يدي أوامر كتير: اعمل كذا، سوي كذا، استمروا في كذا، جهزوا السلاح الفلاني، هاجموا بالشكل الفلاني، دافعوا بالشكل الفلاني. كان كلامه كتير. لكن أول ما راح للمدينة دي فعليا الراجل اللي اسمه فانيوس ده، القائد العسكري اللي اسمه فانيوس، عرف إن هو يقلل من كلامه، يستمع أكتر ما ينصت، وبالطريقة دي عرف إن هو يطور من نفسه بعد كده في المستقبل، وعرف إن هو في النهاية يحمي المدينة دي من حصار دام على الحصار ده شهور طويلة. حصار المدينة دي عرف إن هو يحميها، والمدينة دي ما سقطتش في إيد العدو للإمبراطورية الرومانية. أعتقد كان حرب من الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية على ما أعتقد يعني. فالمهم فانيوس عرف إن هو يحافظ على المدينة دي، وده يثبت لك مدى أهمية التطور التدريجي بشكل عام. والقصة الثالثة قصة الناسخ في بغداد، اللي هو الناسخة اللي في بغداد، في ناسخة، ست ناسخة دايما يعني هي دايما كده بتنسخ الكتب، دايما بتكتب الكتب وبتنقلها. فهي دايما بتكتب كده في آخر كل صفحة، آخر كل فصل من كتاب: العبدة الفقيرة إلى الله التي ترجو رحمته. دايما تكتب التوقيع بتاعها، ما كانتش بتكتب اسمها، ما كانتش بتحب انها تكتب اسمها. فالناس في الخلافة العباسية، الدولة العباسية استعجبوا: مين الست دي اللي بتكتب بشكل عام، دايما بتكتب توقيعها العبدة الفقيرة إلى الله التي ترجو رحمته. دايما تكتب المقولة دي أو الكلمة دي كتوقيع ليها، ما كانتش أبدا بتحب إنها تكتب اسمها. والقصة دي بتجسد مدى
أهمية الاستمرارية، وإن بشكل عام النجاح بيجيب نجاح، بس قد يكون مش شرط يكون النجاح ده فيه تصفيق برافو وفي تشجيع يلا قوم يلا قوم وفي بقى مؤازرة وفي تحفيز. لا، النجاح ممكن يكون من جندي مجهول، وهي دي فلسفة الفيديو اللي بكلم عنه ده، فلسفة الجندي المجهول بشكل عام. وبمناسبة الحديث عن الجنود، أنا في قصة جت في بالي دلوقتي، قصة الجندي الصيني اللي كان دايما بيتهزم في التدريبات وفي كل نزال بيتهزم. في جندي صيني معرفش اسمه، ناسي اسمه بصراحة، والتاريخ ما ذكرش اسمه، برضو شخص مجهول، برضو مغمور. الجندي الصيني ده كان دايما في التدريب العسكري بيتهزم في المعركة، بيتهزم في التدريب، دايما في التدريب بيتهزم. بيمسكوه سيوف خشبية، بيلعب بالتدريب وبيتعلم القتال في التدريب، دايما بيتهزم في التدريب. ولكنه لم يصبح جندي مقاتل، ولكن أصبح مدرب للجنود. عرف نقاط الضعف عند أي شخص جندي، أو أي شخص عايز يلعب أو يمارس المبارزة بشكل عام وهكذا. عرف نقاط الضعف بالنسبة للتدريب بتاع كل الجنود، فأصبح مدرب بدل ما يبقى جندي، بقى مدرب للجنود بدل ما يبقى جندي في المعركة. فسبحان الله، يخلق من وسط الضعف قوة، ومن وسط القوة ضعف. زي كده الآية القرآنية بتاعت ربنا عز وجل اللي في القرآن بتقول لك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تعرفش انت وظيفتك في المكان ده قد تكون وظيفة عظيمة جدا وغير متوقعة في أي مكان في الدنيا انت تتحط فيه. تعرفش انت مدى أهمية الدور اللي انت بتأديه في المكان ده. سبحان الله. فدي قصص بتجسد مقولة أفضل إنجاز قد تفعله اليوم هو أن تكون أفضل من الأمس، إنك تتحسن ولو 1% عن امبارح. ده إنجاز عظيم ممكن تعمله النهارده.